أنا وبوجي وطمطم قضينا يوم جميل مع بعض في المول. بوجي وطمطم كانوا فرحانين، كانوا بيجروا ويتنططوا وبيتفرجوا على محلات الألعاب. كل واحد فيهم اشترى اللعبة اللي بيحبها، وبعد كده دخلنا مطعم البيتزا، أكلنا بيتزا وشربنا عصير فريش، حكينا وهزرنا وضحكنا وقالوله بصوت كله فرح: النهاردة يومنا وإحنا فرحانين، ممكن نطلب سندوتشات برجر؟ وعشان أنا بحبهم كان لازم أعلمهم درس، فجي على بالي إني أحكي لهم حكاية. عارفين زمان لما كنا صغيرين كنا لما نسمع قصص العفاريت زي أبو رجل مسلوخة، أمنا الغولة، أم 44 وحكايات الساحرة الشريرة كنا بنخاف. بس لما كبرنا اتعلمنا إننا منخافش، وعرفنا إزاي نقدر نحمي نفسنا من العفاريت اللي هم المجرمين دلوقتي. كل واحد فينا هو بطل حكايته. بطلتنا النهاردة هي لولو، البنوتة اللي ما كانتش بتسمع الكلام وكانت على طول تعيط، كانت عايزة تاخد كل حاجة. وفي يوم خرجت لولو مع مامتها وراحوا المول، كانت بتجري وتلعب وتتنطط، ما كانتش تحب تمسك ايد مامتها، كانت عايزة تشتري ألعاب كتير وتاكل حلويات كتير. لولو كانت عنادية وطماعة وشقية. فجأة مامة لولو جالها تليفون مهم، فوقفت شوية علشان تعرف تسمع، وكانت لولو بتجري حواليها، وفي لحظة لولو اختفت. دخلت محل الألعاب، مشيت وهي سرحانة وبتحلم بكل الألعاب، ومع الوقت حست لولو بالتعب والجوع، فخرجت من محل الألعاب وكانت فاكرة إن مامتها قاعدة في نفس المكان. خافت لولو وقعدت تعيط، لكن في لحظة افتكرت كلام ماما لما كانت بتقول لها: انتي بطلة حكايتك، لازم تحمي نفسك من العفاريت، مينفعش تخافي ومينفعش تسمعي كلام حد متعرفوش، ومش هينفع تاخدي حاجة من حد. اوعي تخرجي من المكان، ولو حد حاول يقرب منك اصرخي بصوت عالي ودافعي عن نفسك، ما تسمحيش لحد يضحك عليكي، خليكي واثقة اني هعرف اوصلك. وفجأة شافت لولو العسكري اللي لابس يونيفورم المكان، جريت عليه وطلبت منه يساعدها، قالت له اسمها الحقيقي وطلبت تكلم مامتها على الرقم اللي حافظاه. وراحوا بسرعة لمكان الاستقبال، وهناك ماما كانت مستنية لولو. جريت ماما وحضنت لولو وقالت لها: انتي بطلة ذكية، مينفعش الأبطال يكونوا طماعين، لازم تحمدي ربنا على الحاجات اللي معاكي، علشان في ناس مش لاقية اللي معاكي. وهم ماشيين ومبسوطين حبت ماما تكافئ لولو، طلبت لها الأكلة اللي بتحبها بعد ما عرفتها غلطها. صرخت لولو وقالت: أنا بحبك يا ماما، انتي بطلة حكايتي. يا ترى يا صحابي ايه الغلطة اللي لولو عملتها؟ اكتبولنا يا حلوين في التعليقات.